بجد محدش يستحمله، بس اعرفي ان هو هيطلع عليكي في وقت من الاوقات. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما. لو انتوا اول مره تشوفوني ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم وبقيه الفيديوز اللي انا عاملاها هتعجبكم. انا الصراحه هدفي دايما ان انا اي حاجه بعملها واي حاجه بتساعدني ان انا اطور نفسي واي حاجه بتساعدني ان انا ابقى احسن اطلع اقولها عشان نستفاد منها كلنا. المهم خلينا ندخل في موضوع النهارده على طول من غير رغي كتير، عشان الصراحه موضوع النهارده مهم قوي قوي وانا متحمسه له جدا. ليه بقى؟ عشان احنا في الاجازه، فاضل لنا 3 شهور عقبال ما نبدا دراسه لسه، فدي احسن فتره ان احنا نبدا فيها اي حاجه احنا عايزينها، نعمل جلو قبل كل حاجه، مش حاجه معينه او حاجه واحده وبقيه الحاجات مش واخدين بالنا منها. فالنهارده ان شاء الله نكون جمعنا كل حاجه ليها علاقه بالموضوع ده وتستفادوا منها. اول حاجه عايزه اقولها، بس احنا النهارده هنقسم الموضوع ل6 محاور، ال6 دول هيبقى ليهم علاقه ان شاء الله بكل حاجه في الدنيا، بجد كل حاجه في الحياه from A to Z. فيلا بينا نبدا. اول حاجه يا جماعه، المحور الاول هو الشكل. مش عايزه بقى حد يفكر ان موضوع الشكل ده شكل سطحي بقى والمظاهر ما نهتمش بيها وكل الكلام ده، لا، الشكل مهم قوي قوي يا جماعه، من اول البشره والشعر واللبس والريحه وكل الكلام ده، لان اول حاجه بتظهر مننا هي شكلنا. يعني احنا واحنا مثلا ماشيين في الشارع او احنا رايحين نقابل ناس اول مره نقابلهم، اول حاجه عينيهم بييجوا عليها هي شكلنا، وبعد كده بقى بيبداوا يعرفوا شخصيتنا واسلوبنا من جوه، وده اللي هنتكلم فيه كمان شويه. بس اول حاجه طبعا بتلفت النظر هي الشكل. اول حاجه هي الشعر. انا عارفه ان احنا نسبه كبيره مننا محجبين وساعات بنهمل الموضوع ده شويه عشان بيبقى تحت الحجاب بقى مش بيبقى باين قوي وكده، بس لما انا مثلا لما باجي اهتم بشعري الموضوع يا جماعه بيفرق قوي قوي، وبيبقى مترطب، بيفرق جدا جدا، تحسي ان انتي بدلتي شعرك حرفيا، طبيعته اتغيرت، بقى رطب اكتر بسبب انك مهتمه بيه وبتعرفي ايه نوع شعرك وتبحثي اكتر عنه وتبداي تشوفي الحاجات المناسبه ليه. مش لازم تكون حاجات غاليه ابدا. يعني انا اكتر حاجه بتنفع مع شعري هي الترطيب، لان انا شعري من النوع اللي هو الجاف شويه، فلما برطبه يا جماعه الموضوع ده بيفرق جدا. انا في الاول كنت فاكره مثلا ان طبيعه شعري دي لا خلاص هي هتفضل كده ومش هيترطب مهما عملت، طبيعه الشعر ما بتتغيرش وكده، بس لا بجد لا خالص. يعني الشعر بيفرق قوي في مظهره الترطيب، وبتحسي ان انت اصلا نفسيتك احسن من جوه، ولما بتمسكي شعرك كده بتحسيه طري وفعلا بيبقى شكله لذيذ. يعني انا بقى بعمل ايه؟ اكتر حاجه بترطب شعري هي الحمامات الكريم، بس طبعا مش كلها لان بيبقى في نسبه كبيره قوي بتوقع شعري، معرفش ايه السبب الصراحه، بس بيبقى في حمام كريم اللي هو الايفا ده بجد بينفع مع شعري قوي، بجيبه بالصبار وبحط عليه عشان احس ان هو افكتيف اكتر، بحط عليه زيت روزماري. زيت الروزماري بيتقل الشعر يا جماعه بطريقه ما شاء الله. يعني انا من اول مرتين استخدمته حسيت ان في فراغات في شعري بدات تملى شويه، فبجد زيت الروزماري انت لو انتظمتي عليه هيتقلك شعرك جدا. فانا بحطه مع الحمام الكريم، فبكون غاسله شعري قبلها بيوم كويس قوي بالشامبو، عشان انا عارفه ان تاني يوم هعمله حمام كريم واسيبه شويه وخلاص، مش هغسله بقى بحاجه وخلاص، هكون كده خلصت شاور. يعني ده من ناحيه الشعر. من ناحيه البشره، لو في غسول ومرطب ده كويس جدا. يعني انا بالنسبه لي الصراحه مش بستخدم حاجات كتير قوي، اكتر حاجه بحسها بتنفع معايا هي الغسول والمرطب وتمام على كده. والسان سكرين الصراحه انا مش من محبينه قوي، بحس ان هو بيكتم لي بشرتي كده، او انا ممكن اكون لسه ما لقيتش حاجه كويسه لحد دلوقتي نوع معين كويس. يعني البشره بجد بتبقى مترطبه كويس قوي وبتبقى حتى تحت الميك اب شكلها حلو لما بتشربي ميه كتير وبتستخدمي نوع مرطب مناسب لبشرتك. المرطب يا جماعه بجد بيفرق في شكل البشره جدا، حتى لو انت بشرتك دهنيه بيفرق قوي قوي تحت الميك اب. فحاولي انك تدوري على نوع مرطب يكون لايق مع بشرتك، وانك تشربي ميه باستمرار. يعني انا ساعات اصلا في ايام بنسى ان انا اشرب ميه، باجي افتكر قبل ما انام ان انا ما شربتش النهارده ولا بق ميه، او مثلا شربت بق ميه عشان اخد حبايه دواء او حاجه. بجد الميه مهمه قوي وبتفرق، بتحسي ان بشرتك كده رطبه وبتحسيها انك لما تحطي ايدك عليها بتحسيها طريه كده. فبجد الميه مهمه قوي انك تشربي من 2 ل 3 لتر في اليوم ميه. بعد كده اللبس استثمار تحفه تحفه، انك بجد تستثمري في قطع شكلها حلو وقطع فعلا قيمه. يعني مثلا ما تجيبيش لبس كتير قوي قوي يكون اسعارهم قليله او الكواليتي بتاعتهم قليله، لا هاتي مثلا قطعه او قطعتين قيمين، وكل فتره اعملي كده، ده بجد هيفرق قوي في الدولاب وهيفرق قوي في جوده الحاجات اللي عندك. حاولي انك تشوفي الستايل بتاعك من على بنترست، افتحي بنترست، انا بحب قوي قوي اتفرج على بنترست على كل حاجه فيه. اعملي سيف لستايلات كتير قوي، واكتر ستايل هتعملي سيف يبقى هو ده فعلا الستايل اللي انت بتحبيه واللي هو بيبقى بتحسي انك مستريحه فيه، وبعد كده ابداي اشتريه فعلا، وساعتها هتعرفي انت ايه اللي بيليق عليكي وايه اللي مش بيليق. ما تجيبيش قطعه كده عماله على بطاله على الفاضي وفي الاخر تتلبس مره وتترمي في الدولاب وما تقتنعيش بيها. وبرده الاكسسوارز، يعني بلاش انك تجيبي اكسسوارز اسعارها قليله، اللي هي الحاجات العاديه اللي بتصدي وبتسيب علامات كده في الايد وبعد كده تترمي وتجيبي تاني، لا هاتي حاجات ستانلس. انا بجد انا بحس ان الستانلس ده استثمار، بيفضل فتره كبيره قوي عقبال ما يبدا يغير لونه، وفي حاجات كمان بتبقى مش بتغير لونها خالص.
بس على الاقل لو الحاجه جودتها متوسطه فهي هتقعد معاكي سنه او سنه وشويه عقبال ما تبدا تغير لونها بطريقه بسيطه قوي وتاخدي بالك وتبداي تجدديها. فبجد استثمروا في الحاجات دي، هتبقى عندكم قاعده بعد كده كبيره قوي هتبقوا فرحانين بيها وهتبقى فعلا لايقه على حاجات كتير. وعشان احنا في الصيف فطبعا العرق والريحه والحاجات دي، انا عارفه ان فصل الصيف صعب قوي وساعات بيبقى غصب عننا وكده، بس لو انت حد بيعرق كتير او كده حاولي تدوري على نوع ديودرنت مناسب ليكي. شاور كل يوم، الموضوع ده انا لما جربته يا جماعه بجد فتره كان تحفه تحفه بجد، بتحسي ان انت فريش، حتى كمان بتبقي فريش في عقلك مش بس فريش في جسمك يعني. فالموضوع ده لذيذ، انا عارفه ان هو صعب بس عشان ما يبقاش صعب عليكي ما تقوليش ان انا هدخل اخد شاور مثلا نص ساعه واعمل فيه كل حاجه، لا الموضوع مش بيبقى كده. الشاور العميق ده بيبقى مثلا مره او مرتين في الاسبوع بس كل يوم انت بتدخلي حرفيا قولي لنفسك كده انا هدخل دلوقتي 3 دقايق بس اخد شاور بسرعه، الموضوع بجد هيبقى خفيف على قلبك قوي ومش هتستثقليه، هتدخلي فعلا هتلاقي انك خلصتي في 5 دقايق بس او اقل كمان، فالموضوع هيشجعك انك كل يوم تعمليه ومش هيبقى عبء ابدا بجد، مش زي ما انت متخيله ان الموضوع صعب، الموضوع في منتهى السهوله بجد لان هو بتبقى حاجه قصيره وبسيطه كده في نص اليوم. دي كانت اول حاجه ليها علاقه بالشكل اللي من بره اللي مهم جدا طبعا نهتم بيه. تاني محور عندنا النهارده وهو الثقه بالنفس والطاقه. الثقه بالنفس دي انا اتكلمت فيها في كذا فيديو قبل كده، مش عايزه اطول فيها النهارده لان ليها فيديوهات مفصله، وكمان ان شاء الله هعمل فيديو برده قريب حاجه مش الثقه بالنفس قوي بس حاجه مرتبطه بيها، بس فيها فرق كبير وهي الجاذبيه، وانك ازاي بقى تبقي شخص جذاب وكده. الموضوع ده بيفرق قوي في معاملتك مع الناس وطريقه كمان تعامل الناس معاكي، فان شاء الله الفيديو ده انا هعمله يا اما المره الجايه يا اما اللي بعدها كتير قوي. فسريعا دلوقتي الثقه بالنفس يا جماعه دي بجد بتبقى سحر، من ناحيه الناس هيشوفوك ازاي ومعاملتهم هتتغير معاكي 180 درجه. لو هم مثلا شايفينك انك مش واثقه في نفسك كفايه ده بجد هيخليهم ان هم ييجوا عليكي جدا ويتعاملوا معاكي على اساس ان انت حد مش مهم وشخص مش مشكله، شايفينك اصلا مش واثقه في نفسك فمش هيدوكي اي اهميه. فبجد الثقه بنفسك مهمه جدا جدا يا جماعه. اتكلمي عن نفسك بطريقه كويسه، اوعي 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 تتكلمي عن نفسك قدام حد بطريقه مش كويسه، انك تقولي مثلا انا غبيه او ان انا مش فالحه في حاجه او ان انا فاشله او كده. يا جماعه بجد ده خطر كبير قوي، اوعوا تعملوه كده قدام اي حد وحتى ما بينكم وبين نفسكم. بس طبعا الاهم ان ما فيش حد ابدا يسمع الكلام ده، حتى يا جماعه لو اقرب الناس ليكم مش المفروض ان هم يسمعوا الكلام ده ابدا. حاجه تانية برضو مهمه انك يكون عندك روتين ثابت، الروتين بيفرق قوي قوي في النفسيه وبيفرق في صورتك قدام نفسك، انت شايفه نفسك ازاي طالما انت عامله روتين معين وماشيه عليه. بجد بيفرق ما بين ثقتك اللي هو ايوه انا قادره ان انا احط روتين ليا وقادره ان انا انفذه، فبجد ده بيفرق جدا جدا في صورتك عن نفسك. مش لازم يكون روتين كبير قوي وانك تعملي سكين كير بقى بمنتجات كتير قوي وكده، لا خالص. الروتين ممكن ان هو يبقى انك قاعده في مكان لوحدك بتشكري ربنا او بتتاملي او قاعده في لحظه هدوء بس بتعمليها كل يوم بطريقه مستمره. الروتين ممكن انك تلتزمي بعدد لترات الميه اللي احنا قلنا عليها. بجد الروتين ممكن يبقى حاجه بسيطه قوي قوي ان انت تدوني مع نفسك وتكتبي كل حاجه بتفكري فيها وكل حاجه ناويه عليها الفتره الجايه. مش لازم بجد يبقى روتين كبير خالص، لا بالعكس بالعكس تماما. اكتر حاجه بتستمر واكتر حاجه بتقدري تعمليها هي الحاجه البسيطه بس انك تعمليها على فترات طويله، انك تهتمي بجوده الحاجه اللي بتعمليها على حساب الكميه. يعني مش مهم الكميه، مش مهم انا كميه روتيني ده عامله ازاي او ان انا كميه الحاجه اللي بعملها في اليوم عامله ازاي، بالعكس خالص. هي ممكن تكون حاجه او اتنين بسيطه قوي قوي بس انت مستمره عليها كل يوم، فده طبعا بيحسنك قوي قوي عن الاول. تالت حاجه بقى المحور التالت هو تطوير العقل. انا بجد عايزه اقول لكم ان العقل ده يعني مع اختلاف طبعا التشبيه بس عامل زي الحاجه الاليفه اللي انت بتجيبيها، سواء قطه مثلا او كلب صغنن او كده. مش اول ما بيجوا بيبقوا مبهدلين الدنيا وانت مش عارفه تدربيهم مش عارفه تتعودي عليهم ولا هم يتعودوا عليكي، بس لما بتبداي تدربيهم كويس وتعرفيهم انت المفروض تعمل ايه وهكذا بيبداوا يتدربوا ويتعودوا. بجد العقل عامل زي كده وكمان طبعا بقوه اكبر بكتير. اي حاجه بتحطيها في عقلك، اي كلام بتحطيه في عقلك هو بيرجع لك في وقت معين انت محتاجاه، بيرجع لك في وقت معين. بمعنى ايه؟ اللي هو مثلا انت دلوقتي بداتي تقولي لعقلك ان انت مش فالحه في حاجه او ان انت مش هتقدري تعملي الحاجه اللي انت عايزاها وقعدتي تمليه بسموم، بجد الكلام ده بالنسبه لي سموم. فهيرجع لك في وقت انت نفسيتك فيه وحشه قوي قوي قوي، هيبدا بقى الكلام ده كله يطلع. فالكلام ده بجد هيبدا يطلع عليكي، هيبدا يطلع في اوقات انت مش مستعده ابدا انك تسمعي الكلام الوحش اللي انت تقوليه لنفسك. فبجد العقل سهل تدريبه قوي قوي على اي حاجه انت عايزاها، سواء حاجه ايجابيه او سلبيه. اللي هو انت عايزه تدربيه على حاجه سلبيه خلاص انت حره، اقعدي قولي لنفسك كلام وحش وكلام بجد محدش يستحمله، بس اعرفي ان هو هيطلع عليكي في وقت من الاوقات. بس في المقابل انت لو مليتيه بحاجات ايجابيه وقعدتي تدربيه واعتبرتيه كده حاجه او حاجه لوحدها منفصله انت بتدربيها، انك تقري كتب، انك تسمعي بودكاست. لو مثلا في ناس مش بتحب تقرا الكتب وما بتستحملهاش خالص عادي، ده مش عيب. دلوقتي بقى في بودكاست كتير قوي قوي بجد نقدر نسمعها على اليوتيوب بتبقى كويسه قوي، الناس فعلا خبره وعندهم معلومات قيمه وعندهم معلومات كويسه قوي نقدر نسمعهم. فبجد لازم ان ما يعديش يوم غير وانتي قاريه جزء صغير من كتاب
او سامعه بودكاست بجد عن حاجه بتفيدك وحاجه بتطورك. يعني مثلا انا في فتره جيت كنت بقرا كتب، كانت بجد الفتره دي احسن فتره. ليه بقى؟ عشان انا كنت حاسه دايما ان عقلي في نشاط، عقلي دايما في تفكير، عقلي دايما في انتاجيه، فاهمين قصدي؟ وده طبعا مقارنه بالفتره اللي انا فيها ما بقراش، الفتره اللي انا فيها قاعده ما بعملش اي حاجه غير ان انا بعمل سكرول على التيك توك او على الانستجرام. فطبعا بتبقى الحاله فعلا بتفرق. فاكيد من الاحسن ان احنا ندرب عقلنا، دايما نخليه في حاله استعداد ان هو لو جاله فكره هيقدر يتعامل معاها، لو جاله فكره مثلا حاجه عايز يطورها او ينميها يقدر يتعامل معاها ازاي، ويبدا يستحضر كل الكتب او كل البودكاست اللي هو سمعها. فمثلا انا فاكره ان انا اول كتاب قريته كان اسمه العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه. الكتاب ده يا جماعه بجد تحفه 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 بطريقه بجد مش متخيلينها. اكيد الناس اللي قريته فعلا عارفه هو مهم قد ايه. في كتاب زيه الكبار اسمه العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. هو اصلا اللي عمل الكتاب ده الاول هو اللي هو العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، وبعد كده ابن الشخص ده كتب بقى للمراهقين الاكثر فعاليه. فلو انتوا اقل من 18 سنه اقروا بتاع المراهقين الاكثر فعاليه ده، بجد يا جماعه تحفه وهيفرق معاكم قوي. ولو حد فوق 18 سنه اقروا بتاع الناس الاكثر فعاليه. بجد يا جماعه الكتب دي تحفه قوي. وبرده كتب دكتور محمد طه كلها حلوه قوي، اللي هو لا طعم فلامينكو او الخروج عن النص. الخروج عن النص ده تحفه تحفه بجد. وفي كتب تانية انا مش فاكره اسمها دلوقتي، بس انا قريت له اغلب كتبه، مفيش غير مثلا حاجات بسيطه قوي اللي انا عايزه اقراها. ودكتور عماد رشاد برده الكتب بتاعته تحفه قوي. حاولوا ان انتوا تقروا الحاجات دي كلها. ولو زي ما قلت لكم ما بتحبوش القرايه، اسمعوا بودكاست كتير قوي قوي على اليوتيوب. اكتبوا بس في السيرش بودكاست عن العلاقات، بودكاست عن مش عارفه ايه كده، الحاجه اللي انتوا عايزينها هيطلع لكم بجد حاجات كتير قوي هتفيدكم. بس لازم يا جماعه بجد نطور العقل عشان لما نحتاجه يجيب لنا المعلومات دي كلها. لما نبدا نعمل حاجه كويسه فعلا كل الحاجات دي بقى تبدا تتجمع في دماغك، وهتحسي بجد ان انت اشطر واحسن من ناس كتير قوي حواليكوا، وعندهم بجد عقلهم راقد قوي بسبب ان هم مش بيدربوه. في نفس النقطه برده حاجه تانية في نقطه العقل، ان انت تبطلي مقارنات باي حد. ما تقارنيش نفسك باي حد، سواء حد على السوشيال ميديا او حد من صحابك او حد حتى في دايرتك البعيده. بس بجد ما تقارنيش نفسك باي حد. ليه بقى؟ لان بكل بساطه المقارنات دي بجد بتقتل الواحد من جوه. اللي هو انا مجرد ما بدات اقارن نفسي بحد، اعرفي ان انت مش هتعملي اي حاجه انت عايزاها، بجد مش هتعملي اي حاجه خالص، بسبب ان المقارنات دي بتقتل الحاجات اللي في الدماغ اللي هي مسؤوله عن ان انت تتنشطي او ان انت تطوري من نفسك. اللي هو هتقعدي تقولي طب بصوا دي بتعمل ايه، طب بصوا دي احسن في ايه، طب بصي مش عارفه دي طريقتها احسن في ايه. فهتبداي تقللي من نفسك. الحاجات دي كلها هتبدا واحده واحده انك تنزلك لتحت، وانك تشوفي نفسك بصوره وحشه قوي، وصوره مش كامله، وصوره فعلا ناقصه كتير قوي، وصوره كده متبهدله عن النفس. طبعا دي حاجه مش كويسه ابدا. فبجد اوعي تقارني نفسك باي حد. الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تقارني بيها هي انت زمان. اللي هو انت مثلا السنه اللي فاتت عامله ايه، يا ترى السنه اللي فاتت هي نفس بالظبط البنت دلوقتي اللي قاعده قدامي تتكلم ولا لا؟ لو حسيتي ان في تطور فدي حاجه كويسه قوي، حتى لو تطور بسيط مش مشكله، بس المهم ان هو يكون في تطور. رابع محور بقى هو طريقه الكلام والحضور. يعني انتي ما تتكلميش بسرعه قوي، او ان انتي تبقي قاعده في وسط جروب، لو انتي ليكي شله كبيره قاعدين بتتكلموا بصوت عالي قوي، ومعروف عنكم ان انتوا بتضحكوا قوي، ومعروف عنكم ان انتوا تدخلوا اي مكان تقلبوه. بجد دي مش حاجه كويسه ابدا. الناس دي بتبقى مشهوره بالدوشه، وبتبقى مشهوره بالضوضاء، وبتبقى مشهوره بكل الكلام ده. ما بتبقاش مشهوره عشان هي ناس مثلا محبوبين زياده او كده. ممكن فعلا يكونوا ناس محبوبين وكده، وبرده ممكن يكونوا فعلا هم مشهورين بسبب الدوشه اللي هم بيعملوها. فدايما طريقه الكلام تبقى هاديه. لو انتي حد طلب منك تتكلمي، ما تتكلميش عماله على بطال. ما تبقيش عايزه تثبتي وجهه نظرك. يعني مثلا في ناس عشان تثبت وجهه النظر بتاعتها، او تثبت ان هي صح، او تثبت ان هي عارفه معلومات كتير، فتبدا تقول اي حاجه بقى، تقول اي حاجه ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله. وطبعا ده مش كويس ابدا. وانتي بتتكلمي مع حد دايما تكوني باصه في عينيه، مش متوتره ومش قاعده تبصي حوالينك كتير، واللي هو الشخص بيتكلم معاكي كانه مش بيتكلم. الموضوع ده بيفرق قوي يا جماعه بجد، وبيبين للناس اللي قدامنا قد ايه احنا عندنا ثقه ان احنا واقفين فعلا نتكلم في عينيهم ومش متوترين من حاجه زي دي. انا عارفه ان الموضوع ممكن يبقى موتر شويه، بس هي بجد بالتدريب بتيجي. او حتى لو انت مش قادره تبصي في عين الشخص من اول مره، انت ممكن تبصي في الحته دي. الحته دي بتبقى باينه شويه ان هي كانك باصه في عين الشخص، لحد بس ما تبداي تتدربي على الموضوع ده. المحور الخامس وهو علاقتك بربنا. العلاقه بربنا احنا بنبقى اوقات كتير مقصرين فيها، بس دايما نقعد نفكر نفسنا ان احنا نبدا من جديد، وان احنا نستمر في الحاجه اللي احنا بنعملها. حتى لو قعدنا فتره مثلا مش بنصلي او كده، نبدا نفكر نفسنا ان احنا نرجع تاني. دايما خلي عندك نيه انك تحفظي القران، حتى لو انت مش هتبداي دلوقتي، بس دايما خلي النيه دي موجوده، وبجد في يوم من الايام هتيجي، انا متاكده ان شاء الله. المحور السادس بقى، ودي حاجه مهمه قوي قوي يا جماعه بجد، في ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منها، وهي السوشيال ميديا.
السوشيال ميديا بمعنى ايه؟ مش المقارنات وكده زي ما اتكلمنا، لا انتي على السوشيال ميديا عامله ازاي. يعني مثلا انا بشوف ناس كتير قوي بتنزل صور بتبقى صورتها بس مشخبطه على وشها مثلا، او مشخبطه على عينيها. عارفين انتوا الصور الكلين، الصور الكواليتي بتاعتها كويسه، الايديت بتاعها لذيذ، بلاش انك تصوري بربع عينك بس بتنزليها. الحاجات دي كلها بجد يا جماعه بتدي انطباع للناس ان هو ان انتي مثلا حد مش عاقل قوي، او ان انتي حد متهور شويه. فاهمين قصدي؟ مثلا اللايكس على السوشيال ميديا، انتوا عارفين دلوقتي ان الانستجرام بيطلع ان مثلا الناس دي عامله لايك على الفيديو الفلاني، فانك تعملي لايكس كتير قوي، او تبقي اي فيديو يقابلك انك تعملي لايك، وكل حاجه لايك لايك وكومنت. دي حاجه الصراحه انا بشوفها ان هي بتقلل من الناس شويه. يعني انا مثلا اللي بشوفهم بيعملوا كده بحس ان هم ناس مش راسيين. فاهمين قصدي؟ ريل معين او ريل فعلا تحفه انت عايزه تعملي عليه لايك، طبعا اعملي، بس انا اقصد اقول ان هو يبقى بحساب. فاهمين قصدي؟ مش الناس مثلا اللي بتعمل شير كتير قوي قوي على الفيسبوك. انا كنت فتره بعمل شير كتير على الفيسبوك، بس كانت تبقى الحاجات مثلا فاني، حاجات لذيذه بنقعد نهزر انا واصحابي وكده. انما بجد في ناس بتقعد تعمل بوستات انا بحس ان هي كرينج شويه. من ناحيه ايه؟ لو مثلا واحده عايزه تتخطب فهي تقعد تعمل شير كتير قوي 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 عن حاجات ليها علاقه بكده، تكتب كابشن كتير قوي وحاجات. الحاجات دي كلها يا جماعه بجد مش لذيذه، فخدوا بالكم قوي من الموضوع ده. البايو بتاعتك مثلا ما تكتبيش في البايو حاجات كده غريبه او حاجات ادمت، لا اكتبي مثلا جمله بسيطه قوي سيمبل. لو ما لقيتيش ما تكتبيش، مش لازم تكتبي حاجه. بجد ركزوا في النقطه دي كويس. انا عارفه ان ممكن كذا حد يبقى مستغرب اللي هو عادي طب ما براحتنا وكده، بس لا بجد فكروا فيها هتلاقوا بجد الموضوع بيفرق. بس انا كده خلصت. انا حاسه ان النهارده قلت كل حاجه انا اتعلمتها او كل حاجه انا جربتها، وزي ما قلت لكم ممكن اكون جربتها في فتره وشيطاني ضحك عليا شويه في فتره فما بقتش اعملها، بس ان شاء الله ارجع اعملها تاني وانتوا كمان اعملوها. انا في دماغي فكره ان انا مثلا انزل كل يوم الصبح ريل عن انا عملت ايه اليوم اللي قبله، او كل يوم بالليل، مش لازم تاني يوم الصبح. انا مثلا كل يوم بالليل انزل ريل عن انا عملت ايه في اليوم النهارده، انجزت ايه، وانتوا كمان تكتبوا لي في الكومنت ان انتوا عملتوا كذا كذا. الفيديو بتاع النهارده ده ممكن تسمعوه تاني في وقت بعدين، يكون معاكم نوت كده ورقه وقلم وتكتبوا فيها كل حاجه، بجد هيفرق معاكم جدا جدا. فلو فكره الريلز دي عجبتكم قولوا لي عليها واعملها، ولو في افكار تانية عايزاني اعملها قولوا لي على طول دلوقتي. قولوا لي برده ايه اكتر حاجه بتساعدكم ان انتوا تعملوا جلو اب او تبقوا احسن، سواء بقى في شكل، في حاجه من جوه، في اي حاجه يعني قولوا لي عليها. ولو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا بجد ان انتوا استفدتوا منه اعملوا كومنت ولايك وشير مع صحابكم عشان تستفادوا بيه كلكم. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.